دي بقى الفراخ المشويه لاي سفره مصريه زي ما انتم شايفين، فظيعه فظيعه دايبه، واللون بتاعها بيكون خطير، مستويه مش مستحمله انك انت تمسكيها، فظيعه. يلا لايك وشير، واللي مش عامل المتابعه واللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه. يلا وسمي بالله ونصلي على الرسول عشان اقول لكم بقى الجمال ده كله احنا عملناه ازاي. شايفين اللون بتاعها وشكلها عامل ازاي؟ بتبقى مستويه خطيره، ما بتاخدش منك ساعه، بتطلع احلى من المشويه بكتير. دي بقى الكميه بتاعتي هي، الله اكبر عليها، فظيعه. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا بقى ان احنا الفراخ بتاعتي نقعها، احطها في محلول النقع، فضلت معايا 4 ساعات. ده ما شاء الله الله اكبر اهي، زي ما انتم شايفينها كده بتلمع اهي، مغسوله ومتقطعه. انا مقطعاها قطعها بالحجم اللي يعجبكم بقى. دي هبدا بقى نعمل فيها فتحات كده اهي، دي كده فتحات اهي كده عشان التتبيلات اللي انا هعملها تخش فيها، هعمل الكميه بتاعتي كلها بنفس الشكل. بعمل فتحات كده وهرجع لكم تاني واوريكم التتبيله احنا بنعملها ازاي. يلا التتبيله. يلا حبايبي الحاجه بتاعتي اهي. يلا فلفل احمر معايا، فلفل اخضر، كام فص توم معايا، 2 حبيتين من الطماطم، ليمونه او ليمونتين، ومعايا كميه البصل دي. هضرب ده كله بقى، تضربيه في الكبه عندك، تضربيه في الخلاط. انا هجيب الكميه دي كلها وهنزل اقطعها معاكم دلوقتي قبل الخلاط، اقطعها كلها زي ما انتم شايفين. هقطعها في الخلاط، هنضربها هتبقى فرم ناعم خالص، وهرجع لكم اوريكم بعد ما الفرم بتتعمل ازاي. يلا الكميه بتاعتي اتضربت هي كلها معايا وجاهزه معايا، اللي هي الفلفل والحاجه بتاعتي كلها اتضربت، فرمتها فرم ناعم. يلا انا بقى معاكي انتي علبه صلصه جاهزه، انا دي صلصه جاهزه من اللي هي الاكياس. معاكي انتي بقى بطرمان صلصه، نزلي منه، نزلي بقى بكميه حلوه كده عشان انا بسم الله. الفرخه طبعا هتبقى بطماطميه وبصلايه، حاجات بسيطه قوي. ايه، نص بقى كوبايه من الزيت. بهاراتي بقى، بهاراتي 3 4 معالق كبار من الملح عشان الملح بتاعي يبقى مظبوط. معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره بهارات فراخ، معلقه كبيره فلفل اسود، معلقه صغيره حبهان، دي معلقه كبيره عندي اللي هي المرقه الفوريه من عند العطار عاديه، ومعلقتين كبار 7 بهارات، وبصل باودر وتوم باودر اهدي. بهارات، البهارات بتاعتي هي مظبوطه. هنزل بقى بالكميه، اظبطي الملح بتاعك، لو انت عايزه ملح تاني زودي ملح تاني. اقلب كل الجمال ده كله اهي، كل الخلطه بتاعتي دي الريحه بتاعتها بتبقى جباره، ريحتها حلوه قوي. مش هتحطي عصير ليمون عشان انا عصير ليمونتين 2 مع الحاجات دي كلها. ولون الصلصه بتاعتي دي هيدي لون للفراخ خطيره اهو زي ما انتم شايفين كده. بس هنزل بقى بكميه الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين اهو. حطيت التتبيله في كل قطع الفراخ، الفراخ كلها شربت من التتبيله اهي، مفيش حته الا لما بيكون لازم محشيه من بره ومن جوه من الفتحات اللي انا عاملاها دي. هسيبها بقى ان شاء الله باذن الله 4 5 ساعات لثاني يوم حسب الوقت اللي انت عايزاه. سيبي الكميه دي كلها، هسيبها تتبل ونسويها مع بعض واوريها لكم. يلا بقى بينا هنبدا ان احنا نرص الفراخ بتاعتي في الصينيه كده. كميه الفراخ بتاعتي هرصها كلها في الصينيه، هكون بقى مش كده رصيتها اهي في الصينيتين، الصينيه الكبيره بتاعتي اهي. دي هبدا ان انا احطهم في الفرن دلوقتي. يلا يا دي كده شكلها في الفرن. انا دي بقى كده طلعت من الفرن، مكملتش معايا ساعه ونص ساعتين. هحطها على الشبكه على درجه حراره 200، اهم حاجه عشان تستوي منك وتطلع دايبه قوي قوي زي ما انت شايفاها كده، ما تاخدش سوا منك خالص. اهم حاجه انك ولا تديها غلوه على النار ولا حاجه، تطلع منك مظبوطه وتطلع منك حكايه احلى من مشويه. والطعم التتبيله بتاعتها بتبقى خطيره. الكميه بتاعتي هي كلها مستويه دايبه. يلا